يا مرحبا والله اخو مسحر. معليش طولنا عليكم. صلوا على النبي. انا بننزل سالفة في اليوتيوب لازم نقول حق اليوتيوب الشهر عليكم مبارك، مع ان قد انتصفنا في 10 رمضان. سالفتنا اليوم مع القائد المفدى، قبل ما اقول سالفتي انا، بما ان راعي بر وراعي طلعات وروحات وجيات، نترك الماي فذر. ارحب يا ابو نايف. اهلا وسهلا. يلا حيه. حبيبي شلونك؟ طيب الحمد لله. نجعله دوم ان شاء الله. تخلص السنابه، قلت لي عندي موضوع بتقوله في البر. اي نعم، انصح حقين البر. تمام. اللي يطلعون للبر ابى انصحهم نصيحه مرت علي ما قد مر علي في حياتي مثلها. اسلم يا ابوي. معزومين في الصمان، ها. قيد حر. ايه. ويوم تعشينا عند الرجال، تغدينا عند الرجال ونمشي. نمنا في الدهنة، احنا لازم نقطع الدهنة يم العصل ورا الشحمة. ايه. نمنا يوم قمنا الصبح، صلينا الفجر، براد الجو شوي مع الصبح، ونتمشى. يوم جت الساعة حول 11 ونطلع من الدهنة على على العصر، حيرة العصر. الكلام هذا قديم، وقت ضبان، وقت قيب حر. اي قيب حر. ها. يوم مشينا مع العصر مع الشعيب، تركناه على يسارنا وطلعنا مع الحزوم. الحمد لله في اثنين يشيلون على جبل بشبغهم. احنا معنا سيارتين، معنا جيب نيسان ومعنا جيب فكسار. اسلم يا بي، معليش كل شوي بوقف لنا دقيقه ويروح السناب. اني بروح اخليك. هذه مشكله. اسلم. المهم يوم جينا ولا في اثنين يشيلون على الجبل. ها. قلت الربع ما هذول هم انهم منقلب موترهم ولا شاب ولا فيهم يعني بلا ما اشروا لنا كذا من بعيد الا فيهم شيء. نصيناهم. ويوم جينا عندهم واحد منهم يوم وقفنا مر يطيح مغمى عليه. ايه قاطع عظمه ضعيف. اي هو واحد قمنا نرششه بالماء ونسقيه على شوي شوي. وش القصه؟ ترى يشيلون على تحت. اذا في خوي لهم ثالث تحت مغمى عليه. اي شلناهم معنا ونزلنا من الجبل. الجبل مو بسبيل بعد صغير. ونزلنا تحت ونرشش خويهم اللي تحت الثالث ونحطهم في الظلال. شمس يعني حول الساعة 11 جيناهم. والله عز القيض انا اشهد. اي شمس قوية. ولا معهم فرش ومعهم جاكيت مويهم ثلاثة. اسلم يا ابوي. اقول لك يوم رششناهم ووعوا على شوي شوي، حطيناهم في الظلال، لقينا عندهم مطارح منطلة فرش. ايه. من البارح فرشهم. الثالث اللي يشيرنا من اول هو اللي صاحنا فيهم شوي. اثرهم اثنين توهم متخرجين من معهد التعليم ده حق مدرسين. اثنين مدرسين. ايه. في الشرقية. عندنا لقيناهم يوم الجمعة الساعة حول 11 ورحلتهم بيروحون للشرقية، يعني الدوام من أول يوم السبت بيروحون الساعة 4 رحلتهم في القطار وما أدري في الطيارة. المهم ايش قصتكم يا الربع؟ قالوا قصتنا جينا هنا الساعة 1، احنا خويلنا معه جيب. واحدة في الليل يعني امس. في الليل. ايه. وقال يوم قام الصبح صلينا الفجر يقول قال بروح حاصل اخوياي انهم عزومين، عزمهم واحد في شعب العصر. قال بروح اشوف اخوياي وبرجع لكم. يقولون راح ما عاد رجع. انا ادني بيدور البوكس بيني وبينك ابوي، بس معليش. اسلم يا ابوي. اقول لك يقول راح راعي الجيب ما عاد عود لهم. خويهم. ايه هذا راح ماشي من عندهم قبل طلوع الشمس. راح يدور ربع له ثانيين. قال راح لا اللي عازمينهم. إيه؟ عازمينهم في العصر. قال راح اشوف اخوياي وبجيكم. هو راح معجل. هم الثلاثه ذولي ما يعرفوا المنطقه. يعني قاعدين في هالحزم لا شجره ولا ظلال. ولا شعب العصر ما بينهم وبينه اللي يجي كيلو او كيلو ونص. ما راح يتضرون في الشجر. ما يدرون في شعيب هنا قريب. المهم قاموا يتلحفون بمطارحهم وها لين جت رنتهم ذا الشمس لين قالوا بس. المهم يوم جينا درينا مطمره في الصندوق اثنين اللي تعبان مره ركبناه معنا في الغمام. شاف الحياة. اي والله. مره في الصندوق قلنا والله ما تركبوا في الصندوق. قال الله يرحم والديكم والله ما ودنا نضيق عليكم. يا اخي ما انتم مضيقين علينا، انتم احمد ربكم. انزلوا في الغماره. نزلوا في الغماره ضفوا فرشكم. اسلم يا ابوي.
اي اقول لك، قال ضفوا فرشكم، قالوا لا ما نبيها، ما نبي فرشنا ولا نبي. يبون السلام خلاص. هم واحد منهم يبكي سنه بسبزر مساكين، شاف الحياه. سبحان الله ربي ساكم لهم. اي اقول لك، وقمت انا وياه والله جابنا خوينا الساعه زي ما قلت الساعه 1 في الليل، ونزلنا الفرش ونمنا، وقام الصبح قال بعود ولا يتعود علينا. المهم قال لنا كابرس موقفين في الشعب، في المحطه حقت الشعب، في محطه من اول. ايه. ونبي نتكلم على اخوي في الرياض يجيب مفاتيح، قلت له وين مفاتيحك؟ وين؟ قالوا مفاتيحنا وابواكنا وكلش مع راعي الجيب اللي راح له. ايه. اي نزلنا في شعيب اللي عند الشعب، نزلنا في شعيب، نزلنا اغراضنا نسوي غدانا، وواحد منهم قال بروح اكلم على اخوي في الرياض يجيب مفاتيح الكابوس. راح ابو واحد من اهل تمير، من اول ما في جوالات. ايه طيب خويهم ذا اللي راح راعي الجيب ذا اللي راح خلاهم، عرفت انت راعي الجيب؟ ايه ما عود لهم. لا ما عاد عود. ايه. المهم راحوا كلموا خويهم في الرياض، اخوه قال جيب مفاتيح الكابوس. الوعد الساعة 2 عند المحطة الفلانية اللي عند الشعب. عودوا لنا هم في الشعيب ذولي. تغدى نبيهم يجوا يتغدون، ما طاعوا. 2 ميل منهم مرة مقفله معهم. يبون السلامة. شافوا الموت. والله ما يطعون البر تابوا. قالوا ما نبي، الله يرحم والديكم. قلنا بحلال انتم الحمد لله في عافية ونعمة الحمد لله، معنا سيارات معنا كلش، نوديكم الرياض وديناكم. ايوه اسلم يا ابوي، ادري انك عندك شغل بتروح، بس معليش تقول لي تبي توديه من الرياض ذا. لا قالوا بيجي اخوي بيجي، راحوا كلموه من تمير. ايه. وواعدوا عند المحطة الساعة 2 الظهر. اي جينا سوينا الغداء، نبي يتغدون عيو يتغدون. واحد المير شوي شوي تغدى معنا وما له نفس، واثنين مير ما طاعوا وغير يشربوا مويه، قاحن من دلمه مساكين. المهم يوم جينا عند الكابرس، ولا هذا اخوه زجه من الرياض، جاب مفاتيح. جاب مفاتيح. ايه. يلا خذوا فرشكم معنا، قالوا ما نبيها، دبوها في الشارع. تابوا. دبوها في الزباله. والله تابوا، الله يكرمكم يا رب. المهم يوم ركبوا 2 في الكابرس، وواحد ركب مع راعي اللي جاي من الرياض. يوم توهم بيمشون، يوم دراني يوم جراعي الجيب خويهم اللي خلاهم. الله اكبر. يوم دراني يوم انطلقوا عليه، جاهم نشاط ما ادري وجاهم بيرنونه من اول ما غير يبتسون ويصيحون معنا ويتبطحون مساكين من التعب من الشمس اللي راضتهم. يوم جاء راعي الجيب جاء خويهم، يعني يوم ما لقاهم في مراحهم جاي يتفقدهم في المحطة عشان الكابرس صح؟ لا هو علمك عاد اسلم. تسبقت. ها. المهم يوم انطلقوا عليه يبي يطقونه، ونصير بينهم بينه، يا الله فكيناهم منه وفكيناهم منه. الله لا يلومهم. فكيناهم منه. المهم ركبوا سياراتهم ومشوا ذولي، نمسك راعي الجيب، وش فيك شو القصة؟ حد يخلي خوياه، قال والله يا ربع اني غلطت. انا رحت على ان خوياي اللي عازمين على الغداء في العصر، ويوم رحت يوم بنشر عليه كفر، يوم نظرت الاستبل ولا هم بنشره. بعد. ايه يقول بيني وبين اخوياي يجي حول 8 كيلو من 9 كيلو. يقول قلت بزين نموت ترى بروح لهم. قلنا يا اخي حرام عليك هلكم، والله لقيناهم هالكين. والله زين ما ذبحنا. والله اني صح اني غلطان. يقول المهم جاني بدوي الله يجزاه خير، يقول شال الكفرات 2 ورحنا للتمير وزينا الكفرات وعودنا. يقول يوم ركبت الكفرات واروح لمراحم، يقول يوم رحت مراحم ولا فرشهم مشيوله. ايوه تقول لي جاي عند مراحم ولقى إيه فرشهم راح فيه. لهم هو ايه. المحل ملحين فيه، ولقى الفرش مهيب فيه. شلون نحن اخذناها بعد؟ يقول لو لقيت الفرش سامني جاي من البر نلقاهم بدورهم بدري ما جاهم. اي والله صاحبي يدور. لكن يوم دريت فرشهم ما لقيت فرشهم مشيوله، دريت ان حد جاي وشايلهم. قلنا يا ابن الحلال المفروض ما تخلي اخوياك، وهذول مساكين ما معهم لا سياره ولا معهم شيء، وين يروحون؟ لا معطيهم دبه بعد مويه 3 ريال هذا بعد. جايبينها عشان من محطه سدى هم جايين بعد. ايه. المهم انصح كل من يطلع البر لا يخلي خويه عز الله. بدون سياره. مع السياره ما يخالف، بس ما مع السياره لا تخليه. اقعد عنده لا تخليه. ولا خذها معك ولا خذها معك. خذها معك. ترى ان خليته يمكن ما ادري ايش يجيك من امور الدنيا. اما يبنشر، اما ينكسر عندك عكس، اما ينكسر عندك سسته، ينكسر عندك تعطل موتر. ما شاء الله عليك خبره في البر وهو ما يقدر يجيك. فانصحكم يا شباب. اسلم، يعني الفائده من السالفه ذي الحين. نعم لا تخلي خويك ابدا
لو تروح تقول بجيب حطبها بروح اي شيء، شيل خويك. لا الحطب الحين ممنوع ما ينفع. اقول لك لو يعني أي شيء. مثال يعني. اقرب يعني مثال يعني. هي عز لا الله. تخلون خويك لا تخليه في البر ابدا بدون سياره، مع السياره ما يخالف، ما مع السياره لا تخليه ابدا، تشيله معك. يعني لقينا الثلاثه هذول لو قعدوا الى المغرب والله يهلكون. عز الله بينقطعون. يعني واحد منهم لاقينا مغمى عليه تحت، والثاني يوم وقفنا عندهم طاح. اغمي عليه. إيه. يوم وثق ان السياره وقفت عنده متصبر. اما الثالث والله انه براطنا غاد مساكين شهر عطشانين وهلكانين. وقت انا وقت حر صدق. انا ودي اعرف عن ارقامهم ولا شيء، اكلمهم اشوف هم سلموا الحين ولا ضربتهم ايش صار عقب ذا الشمس. يعني في قايل الشمس الله يجزاك خير يا ابوي. شمس حاره يعني مي بسهله. فانصحكم. اسلم يا ابوي. فانصحكم يا اخوان يا اهل البر، لا تخلي خويك مهما كان، خذه معك. لو تربط صدام اللي ورا على قولتهم. لو بتروح تطير الشراب بتروح بالسياره خذها معك. ما ادري تعود له ولا ما تعود له. اي والله تبعد شوي لا تلقاه ولا يلقاك ويصير في ذمك. فلا تخلون اخوياكم مره، هذه نصيحه. سويت واحد راح معك الربع الخالي والله يجزاه خير بغى يضيع. ايه هذاك. مو بنا يلا قصناه بالجره. لا يلا والله قاعد يدوروني بجرتي لا حول ولا قوه الا بالله. مع جهه وراح مع جهه ثانيه، بس عندك اليمن انت عاد بزر صغير ما تدري يعني. الله يعين. الخالي يطيح من السكر. ها ايه يوم الربع الخالي يوم اني اروح اقص جره الارنب عقبها دبرت وراي ما ادري وين رحت. انت خالي. اي والله. هو ارتفع عليه السكر خالي بغى يغمى عليه، وحطيناه تحت، انسدح تحت ذيك الشجره اذا لي راسي. اول شيء الله يرحمه خالي مطلق، يغفر الله يرحم جميع اموات المسلمين ان شاء الله يا رب. اي والله اني اذكرها. ويوم قال لك رح نادي ابوك رحت انت في اتجاه المعاكس. ما يا ابوي انا ما اشوف الا قدامي طعوس ما ادري وين اروح. اقلب جرك. طيب اقلب جرك. ما الهواء الجره هي اللي توردك السافي يمسح الجره على طول. ما يمسح، في محلات تلقى فيها الجره، هم تروح عكس قبلها طاردين ارنب 15 جره فيه. المهم يوم قمت انا الساعه 9 الصبح وناظر فراشك ما انت فيه. اي والله مو فيه. وانا اطبر الموتر واشغله واشوف الجره راحت من الجره. لا احبني لك ابوي. واتبع الجره واجي والقى خالي منسدح. قلت وين نايف؟ قال نايف راح يناديك. قلت ما جانا. واشيل خالي واركبه في المرتبه. يا رجال بغيت اوصل قطر الظاهر ونمشي. ونقصك بالجره لين لقيناك والحمد لله. سلامنا اي والله. اي والله يا رب لك الحمد. الحمد لله. علشان كذا هذه نصيحه لاهل البر، لا تروح وتخلي خويك ابد. والله يا قعدت تضحك على ذاك اليوم يرب علين دمت عيوني والله يعني شفت الموت بعد. الله يرحمك خالي مطلق. قلتهم انا سالفه الربع الخالي يوم اني اضيع، يوم لقاني ابوي كان معه حبل اللي يجي البكره هذا ابو 50 متر 100 متر تدوني رابطه في رجلي ورابطه في دعاميه الجيب. والله العظيم انه يقول ميدي اذا بغيت تطير الشراب وانت بكرامه الله يكرمكم يا الربع، يقول امشي لين يوقف الحبل ثم وقف اجلس محلك واقضي حاجك وارجع هاي مره عشان ما تروح ولا تعود. بس الحمد لله يعني والله انا شفت الموت، ما معي لا مويه ولا معي شيء، والربع خالي يقطعين طرق ولا ويقول لي افلام في الليل، في ناس ينهبون وناس ما ادري وش وناس يخطفون، وانا كنت صغير قلت بس راحت عليك ابو حمدان عز الله لين خطفت. الله يجزاك خير راي التعليق والله انت فاضي بعد ورا ما تلبس ثوب ابو حمدان جيت تسولف. رايح لما احوال مدنيه انا بصور الظاهر. ثاني شيء الثوب انا صرت اكرهه الصراحه، يعني صرت ودي افصل ثياب زي كذا ازين لانه ينشف الطقطقه هذا ينشف في الدقن عندي هنا وينتفه. يعني كم مره يلعب في تحت لعب في نفس الحمد يعني موجود هذا موجود ينتف في الدقن. وان شاء الله عاد ثاني مره بلبس بشت وشماغ وعقال عشان جيت اسولف. احب القمصان هذه القطريه مدري هي قطريه هي الظاهر لا قطريه كويتيه نفاة وسيعه خفيفه يعني الظاهر عندي 5 زي هذا بس كلبوها نفس اللون. بعدين انا عندي طلب يا الربع،
مثلا إذا قلت سالفة، يعني مثلا آخر سالفة قلتها الصوت ما كان فيه واضح، لأن السماعة كانت داخلة جوا ثوبي، ما كنت يعني أحسب إنها واضح أنا، ما انتبهت. في كل التعليقات اللي جتني على الإيميل أشوفها أبو حمدان الصوت مو واضح، أبو حمدان احرص على الصوت، أبو حمدان الصوت مو واضح. واحد اللي يكتب بس، أنا أقرأها وأضبط الوضع. يعني ما أدري أجيب مايك زي حقين اليوتيوب هذولي وأحط مايك كذا ميكروفون وسماعات هنا وأسولف، ما طرالي والله أسوي أشياء ذي الحين. أنا ما قلت السوالف إلا ناخذ منها بس عبرة من شيء جربته وشيء شفته وشيء عاشرته، ولا نصحت ولا قلت الأشياء ذي إلا والله محبة فيكم، والله ما بيكم تمرون في شيء مرت فيه أنا، مع إني قايل لكم قبل ماني مكلوف في الأشياء ذي، والله ولا دورت منه لا شهرة ولا دورت منه شيء في خاطري ودي أقوله. ما بأحد يمر في الأشياء اللي أنا مريت فيها، سواء من أخوياك اللي أنت تمشي معهم، أعرف من تمشي معه، أعرف منهم أخوياك. جربت أنا كل العينات جربتها، عرفت الصالح عرفت الطالح، عرفت اللي ينفع عرفت اللي ما ينفع. يوم إني أقولكم أشياء أنا ودي أنزل عندكم متابعين، لأن في ناس يقولون عندك صغار في السن، نسبة الصغار في السن عندي قليلة مرة، يمكن 4%. أكثر متابعين عندي أعمارهم من 22 لين 45. طبعا من 40 وفوق، من 38 وفوق هذول ما يحتاج يعني فاهمين الوضع يعني. الباقيين لا نحرص عليهم شوي، يعني الأشياء اللي إحنا كنا نسويها أول تجنبوها. هذا اللي بقوله كان في خاطر بدي أقوله. والشيء الثاني، تجيني كومنتات هنا في الجوال، وكم مرة قرأتها في اليوتيوب، مع إني ماني برد أحد ترى في اليوتيوب، يعني أقرأ كلامه بس ما أرد عليه. يقول نشوف في عيونك نظرة حزن من كلامك. أنا يا رجل عاشرت جلست مع ناس 9 سنوات، يعني في غرفة واحدة، ناس قضاياها قتل، ناس أخطت ويعني وأخذت عقابها. إذا تذكرتهم ناس محكومة مؤبد كانت معي، ناس محكومة، يعني شيء يروع يعني أقول زين عقلي موجود للحين من الشيء اللي أنا شفته. إذا تذكرتهم أنا وياهم على صحن واحد. في ناس إلى يومكم ترى موجودين يتواصلون معي في الجوال، يكلموني من كباين، وشلونك طيب أخبارك بشرنا عنك. والله إني تذكرت من هذيك صدري، يعني تخيلوا أنا وهو أنا تمام. أنا 9 سنوات مانع أهلي من الزيارة، أنهم ما يزوروني في السجن يوم كنت في البيت. والله أنهم يدقوني يتطلبوني، بنجي نشوفك، ما يحتاج تشوفوني، أكلكم بالجوال طيب وخير يا رب لك الحمد. وش السبب أبو حمدان ليش ما تزاور، ليش ما تخلي عليك يزورونك؟ ما بيهم يشوفوني بقيد كلبشة. يعني ما أدري كيف أوصف لكم. وكنت أمنع الزيارة، يعني كان يجيني العسكري عند الباب يقول ترى أهلك جايين، يعني كم مرة أهلي يجون وأنا ما أدري عنهم، وأقول ميدا يتعنون يجون من شمال الرياض لين الحاير، وأقول ما يبطالي زيارة يا رجال أهلك، ماني بطالع ماني مزاورهم، هم بيطلعون هين بكلمهم الكبينة بتفاهم أنا وياهم. مسألة إني أدخل عليهم بقيد كلبشة لا، ما بيهالي يشوفوني بقيد كلبشة عشان، وما يحتاج أحلف صادق عند ربي إن شاء الله. يعني يوم طاح حكم القصاص أنا حكمت 9 سنوات مبرم، يوم ساعة دقيقة. نفس السنة اللي دخلت فيها بعد 9 سنوات تطلع في نفس اليوم نفس الوقت ونفس الدقيقة اللي أنت دخلت فيها. يعني أنا مدخل كانوا أخواني صغار، كنت ألاحقهم في البيت طردهم في الشارع، أدخل جوا البيت. والله العظيم يوم إني أطلع عند الباب، طبعا أنا جاني خبر إطلاقي وأنا أفطر الصبح، كذبت العسكري يوم قال عندك إطلاق، قلت يا رجال قل غيرها، لأن كانوا في عيال يسوون، يعني كنا نسوي يعني زي المناكح في بعض، فلان يلا قم عندك إطلاق، عرفت زي كذا، يقوم عند الباب يوصل شوي طقطقنا عليك، نتفق مع العسكري، يرجع يعني زعلان حالته حالة. أنا قلت يمكن عيال سووها فيني،
حطيت فطوري الصباح، قاعد افطر طبعا في البيثة، وجاء عسكري عند الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يكلم واحد، قال وين نايف؟ عندكم واحد اسمه نايف؟ قال الله الله موجود عندنا هنا. طبعا انا اسمع، انا غرفتي كانت قريبة عند باب شو اسمه الحكومة، يعني عند باب السجن، عند باب العنبر. دخل علي خوي قال اسمك جاي اطلاق. قلت يا رجال، حتى كنت جالسين سرور بعد. قلت يا رجال، قال غيره قاعد اكل الفطوري ماني فاضي هنا. قال والله العظيم من اسمك عند الباب اطلاق. قلت غريبة يعني باقي علي دفعات جلد، يمكن باقي علي 200 جلدة لازم اخلصها. قلت يا رجال قال غيرها. شوي دخل العسكري علي جوا، قال انت بتطلع ولا لا؟ والله ان هذه كلمة ليها. قلت انت تتكلم من جد؟ قال مو بهذا اسمك، يوريني ورقة موقع طبعا موقعة من ضابط خفر، وموقعة من شو اسمه مدير السجن عمرو طلاقي. واقرا زي كذا ما صدقت للحين، ما صدقت اني انا بطلع، يعني باقي علي جلد. شوي حتى والله الله يكرمكم ما لبست نعالي. قلت يلا مشينا حتى ياسر اللي انت من بيدي يلا ما لا. بين اللقاء كان عندي بقالة بعد، وكنت اطلب ناس فلوس، طلعت برا قلت يا الربع اللي نطلبه فلوس ولا اطلب شيء الله يحله يبيعها في مال الله. حتى البقالة حقتي على واحد من اخوياي، والله بعد انه ما يستاهل، بس يلا دفعت بلا ان شاء الله. اي والله ان الاخوة ذي مشكلة يا الربع، انتبهوا من الاخوة. اعرف من تمشي معها، اعرف خويك صدق. طلعت مع العسكري، اذكر اخواني وصلت لما البوابة، يوم انفتحت بوابة قدامي بطلع للشارع بشوف كان واقف نسيبي ومعه ولده ومعه اخوي. نسيبي يعرف يعني ما يحتاج، يعني الولد الثاني اللي معه ما توقعت ان هذا ولده وكبر، اذكره صغير ودي بقاله واجيبه. الثالث اللي معهم ما ادري منو هو، رجال طالع عوارض ما عرفته. بس يوم انفتح الباب وانا امشي زي كذا رايح يعني لما الموتر، الثالث هذا جاء وضمني. انا مستغرب، كيف انا واحد من عمي شيء من ذا الكلام. توقع صار منه، صار اخوي الصغير خالد. الرجال قد كبر، طلع له عوارض ودخل الكلية ما شاء الله عليه. انصدمت يعني شيء ما اقدر اوصفه، ما ادري كيف اوصفه يعني حذفت المقطع بعد. طبعا يوم طلعت وضمني اخوي، دريت انه اخذ اخوي انهبلت انا، واقول له اسكت خلاص يعني لا تصيح، يعني انا ترى حتى دمعتي قريبه يعني لا تهزني واطيح على قولتهم. وانت ما تحس ما ادري ايش اقول. قلت يا رجال عين خير يا رجال، انا اللي فيني مكفيني. طبعا كل البيت اذكرهم بزران، انا اكبر اخواني. يوم طلع مسكنا طريق المكفايات، طبعا تغيرت عليه الرياض. الدنيا خبرها كان فيها اماكن في برح، صارت عماير وصارت وترلاند. هذه الملاهي كنا اول حاطين فيها ملاعب نلعب فيها كوره كل عصريه، نيجي ونلعب فيها كوره ونرش، نجيب وايد يرش شو اسمه الملعب مويه، لان نركض في عج ما نشوف الكوره، يرش الملعب مويه ونلعب كوره. الحاصل انا حذفت ترى مقطع اللي هو يوم اني اطلع من السجن وكان في صوت امي وزي كذا، لان في ناس كثير تاثرت وحذفته من المصيبه. يوم وصلت من البيت طبعا اهلي ما يدرون ان انا عندي اطلاق، ما يدري الا نسيبي هذا لانه كان سكرتير في امر منطقه الرياض، وهو اللي جاء طلعني. يوم جيت لما البيت اهلي ما يدرون، رنيت الجرس وردت علي اميمتي الله يطول عمره واعمار امهاتكم يرحم من فقد امه. وش قالت لي؟ انا صوتي يشبه صوت اخوي نواف. قلت دقيت الجرس وردت امي، قالت هلا. قلت افتح الباب. قالت يوه يا نواف يا كثر ما تنسى مفاتيحك، نسيت نايف. قلت انا نايف ما ابن نواف. والله العظيم ان السماعه اني اسمع في الانترفون هذا حق الباب الجرس انه مصفقه البلاط طق طاحت، واسمع امي تركض في السور جايه تعدي لما الباب.
صار فيلم عاد الحلقة الأخيرة، يعني 9 سنوات تسمع صوتي بس ما تشوفني. كنت أرسل صور أول وصارت متعددة هذه أيام كان في واتساب بعد، إلا كان في واتساب، وكنت أرسل لهم صور لي وأحط عليها يا والله من أشياء حطيتها من وراء القضبان وأسوار الحديد، مهبل بهم. حتى وانا انسجن بعد وشو تحط الاغاني ذي؟ طيب تحط الدنيا ذي، يعني اللي فينا مكفينا، يعني رايح تحط لنا الاغنيه ذي. الحاصل اني دخلت صار فيلم الحلقه الاخيره، يعني امي تبكي وفيك عماتي كذا معها واثنين خالاتي يبكون من كلام، وكانوا يوثقون الحدث هم، وكانت في واحده واقفه تصور بكاميرا. انا اصد عنها، قلت يمكنها واحدة من فعلا بنات عمي ونست مع ان عمرها يمكن 14 13 زي كذا. قلت يمكنها نست مع الفرحة وزي كذا يعني الحفلة اللي صارت في السور والدنيا هذه شكلها نست وقاعدة تصور بالكاميرا، وانا ماسك امي كذا ضامة واسولف في اذنها اقول ميدها. طبعا اقول خلاص اسكت لا تصحين، يعني ما بي هلت العبرات يا يمه وزادت شجوني، استغفر الله العظيم. ترى كنت اغنيها اول ذي. قلت ميدة فينها، قلت البنت اللي وراي خليها تغطى. قالت من البنت اللي وراي؟ قلت بتصور بالكاميرا. قالت في ذمك ما عرفتها؟ قلت لا والله ما عرفتها. قالت هذه اختك فلانة. يا بنت الحلال. قالت والله ان هذه اختك. صدمة. يا والحمد لله رب العالمين. طبعا بتقول لي وين اخوياك اللي كانوا تعزيز معك ومن ذا الكلام؟ اخوياي كانوا موجودين وكانوا معي على تواصل، بس صرت اسحب نفسي انا. وليومكم موجودين، في ناس الحين اكلمهم ويا هلا ومرحبا، يعني مو بزي اول الوضع، بناشر وكفرات واجرات حتى اذكر واحد من عيال كان يستاجر لي وقعد فترة ما يستاجر، دقوا عليه المكتب قالوا تعالوا نعطيك هدية، والله انهم معطينا بشت من كثر ما طلع من عندهم مواتر. الله يذكره بالخير، يتابعني هو الحين، ويوم من الايام بأصيده وبصوره انا، بس والله ما فضيت له. انا طبعا قاطعها مع العالم كله ابوهم، بيتوتي اطلع على الموتري اروح اخذ لي كم فرة وارجع، ولا مع اخواني ويا عمي بران، ولا مع طويل العمر ابو نايف ما يرد، ولا مع طويل العمر ابوي. اركب على ذا الزوز ذا اللي شاري ذا الديزل، يعبي من الرياض ولا نوقف الا في القصيم. حتى المحطات اقول ما تكفى يا ابوي ابي محطه، من قوم ما كثر ما اقول ابي محطه شرى لي ثلاجه حطها في النص بيني وبينه، قال اذا بغيت شيء في الثلاجه جنبك، يعني لا تقدر تشغلني في محطات. ما شاء الله ذا الديزل يعبيه في الرياض ولا يقطع الا حول القصيم. تجنبت يعني في ناس يقول ما ادري ليش ما تصور سنابات وين اخوياك ومن ذا الكلام. والله العظيم اني مو بقاطعها معهم، بيننا تواصل بس ما يعني اطلع اتمشى معهم اروح واجي وزي كذا، خلاص ما تدري ايش يصير. يمكن تركب مع واحد من اخوياك يجي واحد يحدك ولا شيء، تنزل وتروح تجيب بيت ثاني مرة تفلم فيه ولا ترجع قضية ثانية. الا خلك على قولتهم ابعد عن الشر وغني له من بعيد يا هلا ومرحبا وفي امان الله. يعني في سالفة صارت لي قريب قبل يمكن 4 شهور ما ادري 5 شهور، كنت انا وواحد مع خالتي ومعدلنا واحد من العيال يقرب لي بعد ولد عمي هو، وقال معي تجوني في الحارة الفلانية بنمر عشان ناخذه معنا. وصار يدور على 30 هو رايح جاي على 30 هذا شارع 30. جينا احنا وقفنا لقيت في ناس حاجرينه موقفينه كذا سيارتين نازلين عليه ويتفلتون عليه. انا ما ادري السالفة الحين، انا احسبهم اخويا زي كذا. يوم جيت لمهم نزل واحد متلطم لابس شعر كذا عرضوا قال ابو حمدان اطلع منها. تطلع منها وش السالفة؟ العلم وش؟ انا احسبهم اخويا الحين هم.
قال هذا من اليوم يفطر في الحارة، ما ادري ايش عنده، شكله يبي يسرق. قلت يا رجال عين خير يا رجال. طبعا يوم شفتهم يتفلتون على بعض قلت، ونزل هذا متلطم لابس شال وذكر اسمي، دات انه يعرفني. قلت يا رجال يعني الشارع مو بشارع ابوك، يعني عادي يا اخي، يعني انت مشي. بعدين هذا الرجال بيته هنا، ترى بيته في الحارة اللي ورا. قال لا اشوفه في الشارع هنا، ما ادش بينهم هم، ولا ترى والله العظيم اني لا اسوي وافعل. قلت وانت مسوي شيء يا رجال؟ الدعوه فيه حكومه وفيه وش بتسوي يعني؟ نزل التعزيز مع مسدس مع محاله ولا وماده بعد. قلت يا ادم تعود من ابليس، ماده على خويي ما ماده علي انا، على ولد عمي. قلت يا ولد تعود من ابليس، ترى ابليس حمامات، لا تطلع طلقه بالغلط ثم بكره تنشب. قال والله ما حرك الا احطه في ساقه. قلت ما انت برامي، ما انت مسوي شيء، بس يا ادم يفكني شرك. المهم وقفوا جو ناس ووقفوا وفكوا الموضوع هذا وحركوا. طبعا احنا جالسين يعني نفك السالفه بين هذولي. وقفت سيارات وجاء راعي جيب لكس، والله اني ما انساه، رجال شايب كبير ما لبس عقال وغتره بيضاء ملتحي. قال تراني، اعطانا كذا على طول وظيفته، قال وظيفته في منصب هو، قال تراني شاهد وتراني مصور كل شيء وتراني بسوي وبفعل، تعودوا من ابليس يا الربع وحركوا. نزل اللي جا لمي قال ابو حمدان زي كذا، مسك خويه مع مسدس، يا ادم ينزل مسدس، يا ادم لا تقعد تسوي فيا ما شو، يعني عارف الوضع. حتى انا عارف هذا بعد ولد عمي ذا مو مخليه بيرجع له ثاني مره، بس نجي لما قلت تكفى طالبك انك ما ترجع له، وين رجعت ترى بقطعها معك. قال يا نايف الرجال يتهددني. قلت يا رجال عين خير يا رجال، يتهددك انت الموضوع، ما صار شيء يعني انت السالفه. من عقبه كرهت شيء اسمه طلعه في الشارع، ما نفاضي اطلع واروح اجيب. عشان كذا انا ما تشوفوني ماني بصور، يعني جيت اطلع برا زي كذا ما اصور، وماني بطلع كثير ترى من البيت، اغلب وقتي في البيت. ان طلعت مسكت خط لمدينتنا صادق البير، الديار هذه الزلفي، طبعا صد رد رايح جاي، ولا في البيت اطقطق على السواني هنا. فلذلك صرت اني اتجنبهم، يعني ابرجع بقول لكم سالفه بس بروح اوديهم ما يمتي، الزم علي والله ما يمتي. الله يخلي لي اياها ويخلي لكم امهاتكم. بوصلهم مشوار وبنرجع نكمل السالفه. عاد سالفه طاره قديم اخر نهايتها قصاص. انا بستاذنكم يا الربع، بروح اوديها لي عاد وبرجع. رجعت بكمل لكم السالفه وارجع اقول اخوياك ما شاء الله. سنابي الاول ما يوقف رسائل، ترى عادي حق انستريك، تعالوا عندي هنا ما في اي اشكال، حياكم الله، بس لا تقربشوني. كل سنابات 2 تيت ما يصلح كذا.